صباح الأنوار. سنة 1978 في بطولة الاتحاد السوفيتي يقابل صبي لأول مرة اسمه جاري كاسباروف، يقابل ميخائيل تال في الجولة النهائية، يلعب معاه ماتش سريع افتتاح الرولي بيز. المهم 17 نقلة، الماتش يبقى فيه تكسيرات كتير. ميخائيل تال يعرض هذا الصبي يقول له تتعادل يا ابني، يقول له انا طول يا عمي اتعادل معاك، ويتعادل. بهذا التعادل يطلع ميخائيل تال حاصل على المركز الاول، وجاري كاسباروف الفتى ذو ال 15 سنة يحصل على المركز التاسع. لحد دلوقتي جميل جميل. يلا يا شباب نطلع المؤتمر الصحفي والمركز الصحفي. يروحوا المركز الصحفي يقعدوا كلمه من هنا على كلمه من هناك. تالي يقول لهم ما تجيبوا لنا ساعه يا شباب، يجيبوا ساعه، ويقعد هو والصبي جاري كاسباروف يلعبوا 14 ماتش بليدز ورا بعض. حلو. جبنا منهم ماتش واحد نتفرج عليه ونشوفه ويمكن نتعلم منه حاجه. طبعا المباريات اللي اتلعبت دي كلها مباريات وديه. المهم تعالوا نشوف الماتش ده. E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5 افتتاح للبيز A6 امشي يا بيشوب دفاع مورف. البيشوب يمشي يطور النايت التاني يبيت، يطلع بالبيشوب كلوز لوبيز وماله. نجيب الرخ في الاي 1، بعد كده يلعب البي 5 امشي يا بيشوب تاني، يقوم البيشوب يمشي يبيت، بعد كده يلعب السي 3 ويسمح له يلعب الدي 5. الله، يعني ايه دي 5؟ يعني هجوم المارشيل او مارشيل اتاك. ايه موضوع يا عم هجوم المارشيل ده؟ تعال اقولك باختصار. انت هتخسر بيدق مقابل انتشار. ازاي؟ تعال نشوف. تاكل هياكل بالنايت، هاكل هتاكل، بس سقط بيدق. يلعب هو مثلا السي 6، بعد كده تدعم الرخ، امشي يا رخ، الرخ ترجع. يلعب الكوبين بتاعته في الاتش 4. قبل ما نكمل الحته ديت تعال نشوف تال كسب ايه من هجوم المارشيل. حب الناس؟ لا مش حب الناس بس، الحقيقه الفيلين بتوعه باصين على جناح الملك حيث الملك مبيت، الوزير بتاعه القطع بتاعته تقريبا كلها شغاله. بص بقى على القطع البيضاء بتاعه كاسباروف تقريبا كلها قاعده في الجراج. الفيل قاعد في الجراج، النايت قاعد في الجراج، الرخ قاعده في الجراج. وضحت؟ يبقى انا هخسر بيضة بس في مقابل انتشار الواسع دوت. الموقف على الانجن دلوقتي صفري، بس انت فهمت الموضوع ايه. ولو انت كابيض حافظ خطواتك الموضوع هيبقى بالنسبه لك ملموم. الموقف حتى زي اللحظه صفري. المهم لما هو بيجي البيشوب في الاتش 3 الاتش 4 بعتذر، هنا في تهديد بكش، والكش دي هتبقى مزعجه، يعني ده ممكن تاكل وزير اصلا الكش دي لو اتسمح بيها. قفلنا الكش. طيب هجيب الكش من الناحيه التانيه، الرخ تبعد والوزير بتاعك هيتاكل. يا خبر، طب اعمل ايه؟ هرجع بالوزير. نرجع الرخ مكانها بقى. الوزير يربط البيدق. لو انت لعبت اي حاجه سقط هذا البيدق بلوشي، بالتالي في كش بعد كده والموضوع هيبقى صعب جدا. ولذلك لما الراجل لعب هذه اللعبه الملك بعد عشان ما يبقاش فيه بيدق يسقط. طيب بيشوب اف 5 طور النايت. ما عجبتش الانجن، بيقول لك طور يا عم كده، ولما هو يلعب اي حاجه ابقى العب انت كده، تبقى طورت القطعتين بتوعك بدل ما انت طورت النايت وقفلت على الايه، على البيشوب. ماشي. بيشوب ينزل يهدد الوزير، الوزير يطلع كسر يا سيدي لو عايز. يقول له مش دلوقتي. طب هات الرخ، هات الرخ. خلي بالك من حاجه، لو سيادتك لعبت اي حاجه والرخ دي نزلت هنا هذه كش مات. هتقفل بس رب النايت وبعدين مات. ولذلك هو لعب الحصان بتاعه هنا. لا تنزل هنا هاكلك، مفيش نزول هنا بقى. حلو. طيب هات يا عم الوزير. ماشي هات الوزير. ينزل بالرخ بتاعه، عايز البيدق بتاع الاف، يقول له الزمني البيدق ده، انا خسران بيدق، اديني بيدق. يجيب البيشوب، مفيش بيدق عندنا يا استاذ. طيب يرجع بالبيشوب، النايت ينزل. ممكن تاكل كده بمنتهى السلاسه، بس هو ما عملش كده. هو حرك الملك يلعب الاف 6، لعله بيحضر في وقت لاحق من الجيم يلعب مثلا حاجه زي الجي 5. الرخ تنزل كلت. ماشي ناكل احنا بالبيدق. مهدد الرخ تبعد. مهدد ياكل البيدق. قال لك هنط بالنايت. مهدد فيلك، الفيل يتحرك بس مهدد البيدق التاني، نحرك البيدق التاني. الرخ ترجع ضغط على البيدق. كان ممكن على فكره ياكل على طول، متهيألي كانش فيه اي زي مشكله يعني. المهم ينط بالنايت، هات البيدق، ينط بالنايت تاني، هات الرخ كش. طيب هات بيدق. وهنا لنا وقفه. ليه يا عم الحاج؟ لانه
هرب بالرخ. لا حضرتك كنت كل. طب ما ياكل الرخ بتاعك. ماشي، ما انت هتاكل. بس بقى معاك فيليه وبيض فوق البيعة كمان اهو. وحش زي الفل. الدور بقى بتاعك. لكن مع الأسف ضغط الوقت كان شديد، مش ده اللي اتلعب. الراجل هرب بالرخ بتاعته، فالتاني هرب بالرخ بتاعته طبعا. أكل البيضة. وماله يا عم، هات الرخ. الرخ تبعد. طب هات البيضة. هات انت الرخ بتاعتك. الرخ تبعد. هات الرخ تاني. هات انت الفيل ده والفيل اللي وراه. لا اكل بقى. طب هات البيضة. اقدم البيضة بتاعي. الملك عايز يدخل في جيم، عاد بقى دخول الملوك. كان مهدد البيشوب فالبيشوب هرب. الملك يكمل دخول. طيب البيضة ده نرقيه. امشي يا بيشوب. البيشوب يمشي. ندخل الملك اكتر في الدور. امشي يا بيشوب. او هات يا بيشوب نكسر. لا انا هاخد الحصان وهاخد البيدق من وراه. مفيش الكلام دوت. طب هقدم البيدق. كلنا البيدق. بلندر تاني. حلها الصح ايه؟ طبعا سيادتك تاكل. طب ما هو هياكل. طب وماله هرقي. هتاكل. خلاص سكة السلامة، ما بيوقفش هذا البيت. كانت بلندر أسطورية، ولكن مع الأسف ما كلهاش. الوقت ضغط. أكل فأكل كده فكده. هات البيدق. هقدم البيدق ورقي. وهنا اتفق الطرفين ان كفايه لحد كده. تعادل تعادل والدور انتهى. دور فيه شويه اخطاء تحت ضغط الوقت، ولكن دور ممتع وفيه تكات وفيه فنيات. اللي عايزين نركز عليه اكتر ونبقى له حلقه تانية ان شاء الله قريب، ماتش تاني نتعلمها فيه، هجوم المارشيل. ان شاء الله يبقى في حلقه تانية عن هجوم المارشيل. سبسكرايب لو عايز تشوفها، وشوف وشك على خير في الحلقه الجايه. وسلام سلام 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 سلام, سلام.